ونروح مكان جميل من أماكن البكيري المميزة، لكن هذه المرة في كيا مصر. تعالوا نروح نشوف مع بعض. اليوم نكون في المتحف المصري القومي في جمهورية مصر العربية في ميدان التحرير في العاصمة القاهرة. هذه بعض المقتنيات، مجموعة من حلي وآثار الملكة إياح حتب، اسمها إياح حتب. شوف كيف لا يتخيل يعني يكون هذا الذهب وهذه الدقة المصنوعة في الذهب يعني بهذه الحرفنة قبل آلاف السنين. شوف والله اللي تشوفها على الطبيعة هذه تشوفها شيء عجيب، يعني العمل اللي فيها قد ترى هذه كذا موجود ممكن أحد ينقش، لكن العمل اللي هنا مرة رائع. طبعا هنا الملك سيرت الثالث على قولهم. شوف كيف الجرانيت، هذا حجر الجرانيت اسمه حجر الجرانيت، يعني من أصعب الحجار. تخيلوا هذا وعاء طلعوه من مقبرة، يعني موظف كان يعتبر في العهد الفرعوني هذا. وهنا حجر نوع من حجر الصلب، يعني شيء عجيب يا ناس. هذا على هيئة سلة وهذا مدري على هيئة شيء عجيب يعني حقيقة. يعني هذا يقول لك يوضع كايش زي حقة الشمع اللي الحين عندنا. شوف هنا هذا ضمنه مرمر، يعني شوف النقش على الحجر المرمر صعب يا جماعة، والله صعب. قبل الميلاد كله قبل الميلاد. هنا أواني فخارية، شوف كيف الفخار، الدقة كمان والجمال. يعني كل هذه الأشياء اللي موجودة راح تذهلكم، يعني غير أماكن ثانية راح نروحها. شوف كيف والله شيء جميل يا جماعة. هذا أظن كليتين شكل الواحد ولا شيء، كلى هذه ولا شفتوا هذه المنطقة هذه كلها المجسمات أو التماثيل أو والتوابيت الصخرية اللي هي من حجر الجرانيت الصلب. يعني هنا هذا أصبح بضريح، يعني تجديده لهم يعني. فكلها أضرحة وتوابيت لفراعنة. شوف مجسمات لهم، شيء عجيب يا جماعة. ترى الحضارة الفرعونية إلى اليوم لم تنافسها عفوا أي حضارة أخرى حقيقة. ملأ المتحف بالوفود الأجنبية كثير من السياح، يعني صراحة زحمة. أنا ما صورت لكم من برا، لكن هذا إحنا لسه الآن في ذا الوقت، طبعا قبل السعودية بساعة يعني وقتنا، وزحمة شديدة. الآن نتفرج على من كل الجنسيات ومختلف الأعمار موجودة في هذه المكان. مع بالله تخيلوا معي ذي قصة هنا لها. هذه أرضية أشبه زي أرضيات الرخام، لكن هي من الجص، يسمونها من الجص الملون. تعرف الألوان المصرية للآن الفرعونية ثابتة. هذه يعني تم اكتشافها قبل أكثر من 130 سنة اكتشفت، لكن هي عام 1891 تم اكتشافها يعني. لكن عام 1910 ماذا حدث؟ يقول لك القرويين اللي هم البناء اللي هناك اللي كانوا في المنطقة أعمارنا اللي يسمونها هناك، فكان أظن في حالة غضب أو مظاهرة أو حاجة من ذا القبيل، وقاموا بإتلاف هذه الأرضية الفخمة، ثم أعادوا ترميمها ونقلها إلى المتحف المصري بناء على الرسومات السابقة، وقت ما كان بعضها أو أغلبها هو السني. شوف بعضها هنا مدمر، شوف يعني بعضها هنا شوف صراحة مدمر في الأطراف. أكثر شيء أرضية فخمة، تخيلوا هي بألوانها. في شيء محيرني إلى الآن في الحضارة المصرية، زي ما محير كثير من العلماء حقيقة. هو شيء صحيح، هذا الحجم من المجسمات والتماثيل الصخرية من صخر أو جرينيت أو مرمر أو أي شيء. شوف كل التوابيت هذه، شوف اللي عليه يا ساتر. شوف ولا هذا ولا هذا أكبر تمثالين يعني. هذه موجودة في المتحف من ضخامتها، يعني شوف ارتفاعها كيف، الناس فين وهي فين. شايف زي كده 5 متر 10 أكثر من 5 متر.
طبعا. أنا السؤال هنا يعني هذه الأشياء كيف كان يمكن نقلها من مكان إلى مكان؟ كانت تسوى في أماكن ورش زي ما يقولوا، ثم تنقل إلى مكان ما يحبوا كانوا يحطونها يعني في ذاك الوقت. كيف نقلت هذه الأشياء؟ والله حضارة عظيمة هذه صراحة، شيء مهول يعني. في تقدم ذاك العصر عجيب عجيب. هذا تمثال الملك أخناتون يحمل مائدة قرابين، يسموها هذه مائدة قرابين اللي من فوق. هذا التمثال له قصة في أحداث ثورة يناير اللي صارت في 2011. انه هذا التمثال اقتحموا طبعا، انت عارفين المتظاهرين، ولان المتحف هذا ملاصق لميدان التحرير مباشرة، اقتحموا كان المتحف في ذيك الفترة او في يوم من الايام فقط. ثم وجدت هذه المائدة مكسورة الى عدة اجزاء يعني في بالمتحف، يعني دمروه وسابوها كذا بس عبث يعني. وفوق كذا فقد التمثال، بعدين عثر عليه عام 2012 وتم احضار المتحف وقاموا بترميمه زي ما انتم شايفين. ما حكيكم على هذا التمثال صراحه قصه. هذا شكله الشيخ أخناتون، هذا من يعني من الشخصيات اللي تمثل يعني في العصر الملكي، يمكن الثالث يعني زي ما هو مكتوب تقريبا هنا. شوف هذا ما كان يسوي رجيم ما شاء الله، تشوف الجسم من فوق كيف نحيل، البطن شوف ثم من تحت كيف. ما كان عندهم أندية صحية، ما كان عندهم وجبات غذائية ما في يا حبيبي. شوف الجسم كيف ما شاء الله تبارك الله، تجسيد حقيقي يعني، جمال فرعوني ملظلظ. تابوت أخناتون، شوف العظمة هنا، شوف كيف السياح يعني شرح لهم هذا المرشد السياحي أن تابوت أخناتون. أنا بقول لكم على حاجة عجبتني هنا حقيقة، هي هذه القصة هنا، والله كثير من القصص لها هنا، وهذا اللي عجبني في المتحف المصري، إنه هذا الجزء السفلي لهذا التمثال أو هذا التابوت الملك أخناتون يعني. بعدين هذا يقول لك عثر عليه عام 1907، بعدين نقلت لمخازن المتحف المصري هذا يعني عشان يرممونها وشبه، لكنها اختفت سرقت يعني معنى صح عام 1915 أو 1931 في هذه الفترة. بعدين يقول لك في أواخر السبعينات اللي هو قبل أكثر من 50 سنة أو 50 سنة تقريبا، ظهرت فين؟ ظهرت هذه في السوق السويسري هناك تنباع. في الثمانينات قام المتحف المصري في ميونخ إنه بدراستها وبعد عدة محاولات يقول لك ربمت على المرشد السياحي المصري، أعرق مرشد سياحي وأقدم مرشد سياحي فيك يا مصر، الأستاذ جمال شعراوي. والله ما في راسك شيء هذا صديقي وحبيبي جمال شعراوي من 20 سنة، أكثر من 20 سنة والله. المهم لما جينا دخلنا في التفتيش من هناك قالوا له قلبوه، فسحوا حزام، قالوا له أنت مرشد سياحي يعني. قلت يا حبيبي صاحبي ده أنا أعلمه هناك جوا في المتحف المصري ده إيش في المتحف المصري، مو هو يعلمني هذا وجه مرشد، هذا حجرة من البيضة ما يعرفها. أنا بس أبغى أشوف الدقة والجنان ذا في هذا النصف جسد لشاب روماني يقول لك، بس يعني شوف الحرفنة، شوف الفن في الرخام هذا كيف لطيف يا جماعة. إيش هذا الدقة، التفاصيل الدقيقة اللي قاعد تسوى هنا، الوجه، الشعر والتاج هذا يا حبيبي شيء عظيم والله يا جماعة. شوف غيره، شوف هنا كمان، شوف هذا كمان، هذه تنتمي يقول لك للبلاط الامبراطوري يعني. التماثيل المصرية هذه كانت يعني يقول لك نمط شائع في العصر المصري الروماني. شوف هنا الوجه الكبير كيف التفاصيل، أنا دقة النحت والتفاصيل اللي موجودة فيه شيء عظيم يا جماعة والله يعني. أخذ لكم زاوية زي كذا، شوف عظمة على عظمة والله. تروح هنا
تروح هنا تطلع فوق تيجي الجهة دي، شيء يعني ضخم كبير، ما أعرف أنا صراحة في الأرض. أيوة يعني متحف ضخم جدا يمثل عصور كثيرة في تاريخ حضارة مصر العريقة التي تنوعت هذه البلد أو هذه الأرض بكثير من الحضارات والثقافات. يعني تعرضت لغزو كبير. مصر تعرضت لأكبر غزو في تاريخ البلدان كلها في العالم. ربما لأول مرة تكون مصرية بحتة عندما تولت رئاسة مصر الحكومة المصرية لعام 52 بقيادة الثوار محمد نجيب وجمال عبد الناصر والسادات والمجموعة التي حررت مصر من آخر استعمار اللي هو الاستعمار. هذه يسموها خبيئات. الكنوز الخفية اللي هي تكون الخبيئة هي مكان يضم مجموعة من الآثار التي تم إخفاء الحفاظ عليها بعيدا عن أيدي النصوص. هذا لجأ يقول لك ليه المصريين القدامى. طبعا هنا يحدد لك فين كان تخبأ هذا المكان أو هذه المقابر في الجبال الصخرية اللي كانت في منطقة الجيزة في مصر. هذه الخبيئات اللي كانت فيها للتوابيت. جمال الصنع ودقة النحت والألوان. الألوان يا جماعة آلاف السنين، هذه لها آلاف السنين كأنك الآن راسمها. شيء عجيب. شوف تابوت تختلف الأحجام طبعا، كل واحد على حسب حجمه، كبير بس صغير، هذا كذا وهذا الغطاء له. شوف والله المعتقدات الجنائزية يقول لك هنا شوف تماثيل هنا. هذا الذئب كان رمز والصقر كان رمز. هذه قلنا تكلمنا عنها، هذه حقت أحشاء عصرا، يعني الميت بعد ما يموت ينزل أحشاء. هذه أشياء كثير كلها اللي تشوفونها ما هي مجرد يعني تماثيل زي الحين نحطها في بيوتنا. الآن هذه كلها لها رموز، يعني رموز دينية. هنا تجسيد للتابوت كيف. شوف هنا حق نقل الجميع اللي هو العفش حق الميت يكون من العظماء أو كبار المصريين الفراعنة. شوف هنا كيف يا جماعة. أنا نقطة عجبتني، يعني ما في شيء زي هذا. يعني هذه زي كنا خيشة، زي كنا أشياء اشتغلوا فيه، الحجر اشتغلوا فيه، الخشب اشتغلوا فيه، المعدن اشتغلوا فيه. يعني ما في شيء إلا اشتغلوا فيه. شوف هذا خبيئة كهن أمون مقبرة باب الجس. شوف هذه هنا كيف اكتشفوها عام 1891. هذا حق كهنة المعبد مونتو. شوف كيف يعني يمكن ندخل هالمكان ذا الحين. نشوف حندخل هنا. يعني تخيل من الخبائث اللي يقولوا عليها. شوف حتى محاوطينها بقزاز من أهميتها. شوف هذه خبائث كلها طلعوها من الكهنة، مقبرة الكهنة دي. طبعا كل شيء له شرح. هنا يبين لك كيف لما بدأوا يكتشفونها وينزلونها المصريين القدماء يعني العصر الحديث أنا أعتبره يعني 1800 ولا 1900. هذا عصر حديث لما تم اكتشافها. شوف هنا شيء يا جماعة لا أقول لكم شيء. شوف هنا يوم أنهم هنا مستكشفين مع العمال المصريين وهم يحملون التابوت. شوف رسم جميل صراحة. شوف أشبه أنك أنت مكتشف مقبرة كاملة. شوف كلها توابيت أطفال، أكبر شوية صبي، هنا شكله أبو أم هذا. يعني أشياء كثير لو أشرح لكم هي شيء عجيب. شوف تخيل هذا صندل فرعوني. تخيل يا جماعة هذا صندل فرعوني. يعني هذا الصندل موجود من قبل 6000 5000 سنة ربما أكثر. يعني حرام والله العظيم، ذا شيء عجيب. شوف حضارة عجيبة والله العظيم، لا تقارن بأحد ولا تشبه أحد. قد يشبهها كثير لكن لا تشبه أحدا بهذه الدقة في الصنع، هذه الدقة في تفاصيل منحوتات عجيبة صغيرة كبيرة. قلنا خشب، قماش، حجر، جرانيت، رخام، شيء مرمر، أي شيء اشتغلوا فيه كله اشتغلوا فيه صراحة. تحية لهذه الحضارة المصرية العظيمة الفرعونية وغيرها طبعا حضارات أخرى، بس الفرعونية هي السائدة والأقوى.